هنا احنا عندنا مشكلة عالجناها الحمد لله. كمية المية اللي خارجة، احنا دلوقتي بنصنع العيب وبنصنع الفلنشات بتاعته مع الأسطى حمدي، ربنا يديله الصحة ويبارك لنا فيه، ونتمنى ان احنا ربنا يوفقنا فيها ونقدر نحقق المطلوب منها بالمقاسات بتاعتنا البسيطة وبالفكرة البسيطة، وهيوضح قدامكم شكل العيب بتاع عملية اللحام والريش وحجم الريش وعمل الفرنش الأولانية دلوقتي، وماشي إن شاء الله داخلين على الفرنشة التانية، يعني الفرنشة الخارجية. وده المفروض شكل العيب ده هيظهر دلوقتي. العيب الريش بتاعته دلوقتي اللي هي الستة، دي يعني ايه الفرنشة الخارجية. وهو دلوقتي ربنا يديله الصحة الحاج حمدي. ادي العيب القديم وادي المروحة على العيب القديم، طبعا عبارة عن 2 قاطع او 2 متقاطع. هو كده بيقيس وبياخد المقاسات بتاعت الفرنشات علشان يسنتر، ويبدأ يدي الريش بتاعتنا اللي هي في العيب. هنا كده ده شكل العيب، وادي الفلنشة الخارجية. وطبعا بيتم اللحام وبتتاخد المقاسات بحيث ان المروحة بتبات في المكان اللي هو بيفتحه ده، فده بيقيس عليه المروحة اللي هي الأصلية بتاعت ايه الموتور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة لباقي أجزاء الفيديو، واشتراك ولايك، ودعمونا لكل ما هو جديد في عالم الابتكار والمحركات. وهنا بنركب احنا الشيك بلف وبنركب الوش وبنقيس وبنطمن على العيب وتركيب العيب والمقاسات بتاعته. والسلام عليكم ورحمة الله. هنا احنا بنربط وبنجهز التجارب بتاعت اللي هو العيب الجديد، اللي هو تعديل على العيب الياباني اللي هو فتحتين. احنا عملناه 6 فتح او 6 ريش مع التجربة على المية ان شاء الله بإذن الله. واحنا نتمنى ان دي تفيد الناس حبايبنا الميكانيكية ومتابعين القناة، ويكون في وجه استفادة من المجهود اللي بنبذله لأجل ما الناس تتعلم شيء صح. لأن طبعا الخبير الياباني عملها 2 كده، أنا بستهلك وقود أكتر وبستهلك وقت أكتر في إن أنا أعمل 150 متر، لا أنا كده بعمل 300 متر، وهيبقى واضح قدامكم إن شاء الله بعد ما نربط ونجهز الخرطوم. وهنا الحمد لله احنا ربنا كلل جهودنا ومجهودنا في صناعة العيب اللي هو ال6 ريشة ياباني. وزي ما انت شايف المية دي، ودي المية دي حجم المية دي على المعين مش على البحاري. طبعا لو احنا مدورين على البحاري من غير الرداخ التاني هيبقى، لان هي عليها الترمبة عليها ايه 2 رداخ ومع السرعة المتوسطة. ده دلوقتي انا ركبت الوصلة وهنزود ونشوف المية بتاعتنا وحجمها على السرعة اللي هي السلنسية خارجة من الماسورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.